بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده وصفة الكريب من غير بيض. معانا هنا كوبايتين دقيق ومعلقة ملح ومعلقة سكر صغيرة، كوبايتين لبن. ممكن تزودوا عليهم، يعني مش لازم كوبايتين كاملين لبن، ممكن تعملوا كوباية لبن وكوباية مية. أنا هنا عاملة لبن على مية، ومعلقة زبدة كبيرة. هنحط بقى الدقيق، نحط اللبن، تمام كده. معلقة الزبدة، نحط معلقة الزبدة ونحط كمان معلقة خل صغيرة، ونضربهم في الخلاط. بصوا هنا بعد ما عملتها في الخلاط ده القوام بتاعها. بصوا شايفين؟ نسيبها بقى ايه العجينة تريح شوية ونشتغل فيها. بصوا هنا هننزل بقى الطاسة هنا في منزل كده بشوية زيت بسيط خالص. تمام كده. بصوا بقى ما شاء الله الكريب اهو. بصوا اول بقى ايه ما نلاقي الحروف ايه بدأت تستوي كده، نعملها بالسباتشولا كده اهو، هنفكها كده. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبها بقى ايه الناحية التانية. بسم الله. حتة صغننة مش مشكلة. بصوا بسم الله ما شاء الله. هكملهم بقى كلهم وارجع لكم. بصوا حبايبي بعد ما خلصت اهو ما شاء الله قوة الا بالله. بصوا الكوبايتين عملوا كام واحدة؟ ادي 1 2 3 4 5 6 6. بسم الله ما شاء الله. كوبايتين دقيق وحاجات بسيطة يعني عملوا الكمية دي. هنحضر بقى الكريب بتاعنا. نحطه بقى كده اهو. تمام. الجبن بتاعتنا الأول. ممكن تحشوها الحاجة اللي انتوا يعني حابينها، مش شرط يعني تتأيدوا بحاجة معينة. هنا أنا مقطعة طماطم زيتون وفلفل. نحشيها بقى ايه سوسيس، الحاجة اللي انتوا يعني حابينها احشوا بيها. شوف جبنة موتزاريلا تاني. هنا كاتشب. مايونيز. نحط شوية كاتشب تاني. هتعملي حاجة في بيتك أنضف والله وأوفر وأحسن بكتير، وحاجة انت عاملاها بإيدك. فنقفلها بقى كده اهو. نفس الخطوات برضو. جبنة.
شوي